بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من يسمع؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يتركنا هملا. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، لم يتركنا مثل البهائم الإنس رحمك الله، بل كلفنا الله عز وجل، فأعطانا الله عز وجل بني آدم العقل وكلفهم. أعطى الله عز وجل بني آدم العقل، ليس كمثل البهائم لا عقول لها، وهي تفعل ما تشاء بأمر الله عز وجل. لا، إنما الإنسان هو عليه أن يأتمر بأمر الله عز وجل فيفعله، وينتهي عن نهي الله عز وجل فيتركه، وخلق لأمر عظيم كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الله تعالى: قال الله عز وجل مبينا أنه بعث الأنبياء والرسل لأجل أن يرشدوا الناس إلى طريق الحق والهدى، ويحذروهم من طريق الضلال والغواية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: بل أرسل إلينا رسولا. نعم، فالله عز وجل لم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته، وخلقنا بأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. فلذلك أرسل الله عز وجل الرسل لهداية الناس إلى طريق الحق، وليبينوا للناس ما أمرهم الله عز وجل به، ويبلغ للناس ما أراده الله عز وجل من العباد. يبين للناس ويبلغ للناس ما أراد الله عز وجل من العباد. بل أرسل إلينا رسولا. وقال الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا الآية، وإن كانت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا فإنها تشمل جميع الأنبياء من قبله، كما قال الله عز وجل في الآية المتقدمة معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قد من الله على المؤمنين من كل أمة. فلهذا كانت من حكمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسلا، أن أرسل بني آدم رسلا. قال: فمن أطاعه دخل الجنة. فمن أطاعه أي الرسول الذي أرسله الله عز وجل، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاعه من اتبع ما جاء به وصدق الرسول، فأطاعه في أن يفعل ما أمر به، وأن يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك أي اتبع الرسول الذي أرسل إليه، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم الأنبياء، وهو سيد الأولين والآخرين. إذا اتبع العبد من هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، كما قال أن الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة. هذا الشاهد، أي أن طاعة الرسول سبب لدخول الجنة. قال: ومن عصاه دخل النار، أي من عصى الرسول، من عصى الرسول فلم يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمتثل الأوامر بل تركها، ولم يجتنب النواهي بل فعلها، بل فعل النواهي والمحرمات، فهذا مصيره والعياذ بالله إلى النار. قال الله عز وجل: ومن يعص الله والرسول ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: فمن عصاني فقد أبى، أي أبى أن يدخل الجنة. إلى أين سيكون مصيره؟ إلى النار والعياذ بالله. قالوا: ومن يأبى يا رسول هكذا قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ لا، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. لذلك يعني بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك فريقان: فريق يطيع الرسول وهذا مآله إلى الجنة، وفريق يعصي الرسول وهذا مآله إلى النار والعياذ بالله. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا. قال لأنه قال ولم يتركهم بل أرسل إلينا رسولا. الدليل أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا. قال قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم، أي أمة محمد، إنا أرسلنا إليكم رسولا. من هو هذا الرسول؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاهدا عليكم، يشهد عليكم، يشهد عليكم في الدنيا ويشهد عليكم يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا، وقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله عز وجل: ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة الحج في آخر آية، في آخر آية في سورة الحج، صح؟ قال الله عز وجل: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون الرسول شهيدا عليكم. أيوة، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. يكون الرسول شهيدا عليكم. قال: كما أرسلنا. قال قوله الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول. من عصى فرعون؟ عصى موسى الرسول يعني العهد. فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك كل من عصى الرسول، كل من عصى الرسول فهذا يكون الجزاء أن يأخذه الله عز وجل أخذا وبيلا. فإما يعني في الدنيا يعجل له العقوبة في الدنيا وكذلك يعاقبه في الآخرة، أو يؤخر له العقوبة إلى الأخرى، إلى الآخرة، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. يكون من أهل النار والعياذ بالله. قال: الثانية، الأولى أن الله عز وجل يعني هو الخالق والرازق، وهو خلق الخلق ليس عبثا بل لغاية، ولهذه وبسبب هذه الغاية أرسل الرسل. أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ما هذه الغاية. ما هذه الغاية؟ هي عبادة الله عز وجل. قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي
مرسل، نعم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، وأعظم أنواع الكفر الشرك بالله عز وجل، وأعظم أنواع الكفر أعظم الذنوب والشرك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك لا شريكا. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك، فالمشرك الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق. في المسألة الأولى بين المؤلف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، فإذن هو المستحق للعبادة وحده، هو المستحق للعبادة وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وكما سيأتي الدليل الذي سيذكره المؤلف أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز أن يشرك في عبادة الله أحد، لا ملك مقرب، والملائكة هم يعني خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دائما، وهم يعني يعبدون الله عز وجل، لا يسأمون ولا ييأسون ولا يعني يحصل منهم العجز والكسل، بل دائما هم في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل، وهم كثر. ومع ذلك لا يجوز أن يعبدوا من دون الله، أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. ومن صرف شيء من أنواع العبادة للملائكة فإنه مشرك بالله عز وجل ولا ينفعه ذلك، والملائكة تتبرأ منه، كما قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك مقرب أي من الله عز وجل، فالملائكة أين يسكنون؟ في السماء، مقربون من الله عز وجل. ولا نبي مرسل أي الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء لا يجوز أن تصرف لهم العبادة، فمن باب أولى من هو دونهم من الصالحين والأولياء، كما يزعم عباد القبور بزعمهم. بعضهم قد يكونوا صالحين وبعضهم ليسوا بصالحين من أصحاب القبور الذين يعظمونهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل ويدعونهم من دون الله عز وجل ويتمسحون بقبورهم، يعني مثل هذا أحمد البدوي الذي في مصر له قبر عظيم يزار ويسجد يعني له من دون الله وتمسح بقبره، وله أيام يعني يزوروه ويفعل الأفاعيل، يعني يسجدون قبل، رأيتهم يعني بعيني يعني في مقاطع، يعني لهم فيديو يسجد قبل أن يدخل إلى الغرفة، القبر في الغرفة يسجد ثم يدخل إلى الغرفة ويتمسحون ويدعونه. هذا ذكروا أنه لم يدخل المسجد إلا مرة، دخل وبال في المسجد ثم خرج فقط، يبول في المسجد، هذا بركة، البول في المسجد بركة. ثم والعياذ بالله يدعونهم من دون الله. وكثير من هؤلاء الذين جعلوا لهم قباب وقبور يعبدونهم ويتمسحون بهم ويطوفون عليها، من هؤلاء من لم يعبد الله عز وجل، يعني لم يصلي وكان يفعل يعني الكبائر والعظائم، ويعني مع ذلك هؤلاء الجهال جعلوهم من الأولياء. ويعني الكثير من هؤلاء الذين هم يعني يعرفون مثل هذه يعني القبور ويجعلونها، يعني هم يعلمون أن هذا باطل، يعلمون أن هذا باطل ويقعون في هذا الشرك والعياذ بالله. ويعني ما الذي دفعهم؟ حب الدنيا، حب الدنيا. فلذلك كانت هناك مناظرة لأحدهم كبارهم مع يعني
عالم فسلفي فيبين الشبه، أبطل جميع الشبه التي ذكرها ذلك الذين يعني يتخذون القبور يشرك بالله عز وجل، فقال في الأخير اتركنا نطلب الله نترزق هكذا، يعني نأخذ المال. نعم، يعني مليارات يحصلون على أموال بالمليارات في مصر، ومصر يعني أقل يعني قبور من غيرها من الدول، في السنة ما أدري كم مليار يحصلوا على هذا بسبب المزارات. هذا السيد أحمد بدوي وأظن الجيلاني عندهم وما أدري من. أما الجيلاني فهو رجل صالح، عبد القادر الذي يدعونه هؤلاء الصوفية رجل صالح ويعبد الله يعني كان عابد ورجل سلفي، لكن هؤلاء الذين جاءوا بعده لا يرضى، فمن عبد من دون الله وهو غير راض فلا تضره، فلذلك عبدوا المسيح وعبدوا عزير من دون الله ومع ذلك لا يضرهم. يعني خلاصة هذه المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يشرك بالله عز وجل، فإذا كان لا يجوز أن يشرك بالله عز وجل الملائكة أو يعني الأنبياء، فمن باب أولى من هو دونهم، فمن باب أولى من هو دونهم. فمن أشرك بالله حبط عمله، وقد أوحي إليك والذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال والدليل قوله تعالى، الدليل على أنه لا يجوز، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد المقصود بالمساجد إما هذه المساجد، وهذه المساجد بنيت لعبادة الله عز وجل، لا يجوز أن يدعى فيها غير الله عز وجل، ولا أن يعني يسجد أو يعني يركع لغير الله عز وجل فيها. والمراد أيضا هذه أعضاء السجود، على كم يسجد العبد؟ على 7 أعظم، يعني الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، 7 أعظم. مراد بها أن المساجد، يراد بها المساجد، وأيضا المراد بها هذه، لا يجوز أن يسجد إلا لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا، لا يعبد مع الله أحدا. لم يقل فلا تدعوا مع الله أحد إلا إذا كان ملك مقرب أو نبي مرسل، لا، أحدا، ما في لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، نافية هنا، لا نافية، فلا يجوز أن يعبد أحد مع الله. فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق يعني النهي، لا تدعوا، فلا تدعوا، نهي ليس نفي، النهي صحيح أنه نهي. فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فلا يعبد مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والأدلة على ذلك كثيرة بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، منها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول آية في يعني في سورة يعني التي فيها الأمر بعبادة الله في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية في القرآن في سورة البقرة فيها الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، الأمر بعبادة الله عز وجل وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغير ذلك من الآيات، والآيات الأخرى التي فيها الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به في آيتين في سورة النساء، وغير ذلك من الآيات التي فيها النهي عن الشرك بالله عز وجل. وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.